أغلبية العائلات الجزائرية في النهار الأول تاع رمضان يديروا طاجين الزيتون. اليوم إن شاء الله راح نشارك معكم بطريقة بسيطة. نديروا جمع للفيديو ونبداو مباشرة في الوصفة. في لاكوكوط تاعي نحط كمية من الزيت حوالي 2 ملاعق كبيرة، ونضيف أيضا ملعقة متوسطة من السمن راح يمدلكم بالنهاية لطاجين الزيتون تاعكم. حطيت قطع اللحم تاعي، نتوما حطوا على حساب عدد أفراد العائلة تاعكم. نخليوهم يتقلوا مليح في هذاك الخليط ما بين الزيت والسمن حتى يديو تحميره خفيفه. بعدها نضيفوا لهم المقادير الاخرين. بعد ما تحمروا لي مليح هنايا جي ضفت لهم حبه بصله متوسطه كنت رحيتها جيدا. بالنسبة للتوابل راح نضيف الملح، الفلفل الكحل، توابل الزيتون، راس الحانوت، كركم وملح. ضفت ريشة من الرند، الزيتون يحب بزاف الرند. كي ضفت البصلة كنت ضفت معها أيضا راس من الثوم، كنت رحيتهم مع بعض. نخليهم يتقلاو جيدا. بعدها الزيتون تاعي أنا ندير له هذا التدبيرة، يعني بيوم من قبل في الليل كنت درت الزيتون تاعي، حطيته في ريسيبيون، حطيت عليه الماء حتى تغطى. بعدها نضيف عليه ملعقه صغيره من الخميره ونخليه يبات ليله كامله. الغدوه نصفيه من هذاك الماء ونطيبه مباشره، ما تغليوه ما ديروا له حتى حاجه، يجي بنين ويحافظ على اللون تاعو ويطيب ما شاء الله. اذا استعملتوا كميه كبيره من الزيتون مثلا كيلو او اكثر راح تحطوا كيس الخميره كامل. واذا درتوا كيما انا غير 250 غرام ضيفوا فقط ملعقه صغيره من خميره الحلويات. هنا حطيت حبة زرودية نحطها هكذا كاملة مباشرة، ومن بعد نقطعها أنا وحدي. فرغت أيضا الزيتون، شوفوا هنا كيما تحطوه كيما يبقى اللون تاعو مهما كانت نوعية الزيتون. هذا التتبيلة جربوها وعينيكم مغمضين. نخليهم يتقلاو مع بعض، نمرق بكمية قليلة غير جست ما يتغطاو لي المقادير. نغلق لاكوكوط تاعي النصف ساعة، بعدها يكون الزيتون تاعي واجد. بالنسبه للرولي هنايا راح نديرو ما بين الدجاج وفيونداشي. كنت بالنسبه للتوابل حطيت فلفل كحل وكزبر. اللحم حطيت له توابل اللحم، والدجاج حطيت له توابل الدجاج. كنت درت لهم ايضا الملح، بصلة وثوم مفرومين، دبشة، بياض البيض، وكنت أيضا حطيت لا شابلور. بعد ما عجنتهم جيدا بيدي حتى تحصلت على هذا الخليط، درت هنا بابي فيلم على سطح العمل، ونبدا بالدجاج هو الاول. درت كميه وبسطتها على شكل مستطيل بهذا الشكل. بعدها نزيد نجيب كميه من الفيونداشي ونديرها ايضا على شكل مستطيل ونحطها فوق الدجاج. اذا ما توفرش معكم الفيونداشي تقدروا ديروه بالدجاج وحده فقط، يعني ماشي شرط انكم ديروا الفيونداشي. بعدها ندير الجبن. بالنسبه للجبن خيروا نوعيه اللي يكون ما يذوبش، يعني يكون حاكم روحه باش يجيكم مليح، ماشي هذاك اللي كي تقسموا الرولي تاعكم يعاود يذوب ويسيح. نرولي الرولي تاعي بهذه الطريقه باستعمال البابي فيلم، راح يترولى معكم بكل سهوله. ونغلقوا في هذاك في النهايه باش نضمن انه الفرماج اللي حطيناه ما يعاودش يخرج. نغلقوه ايضا من الجوانب. هنا كنت استعملت فقط كمية قليلة من الفيونداشي ومن صدر الدجاج المرحي، خرجت لي كمية ما شاء الله. هذا الرولي راح يوكل يعني حتى ل5 أشخاص. نعاود نغلق عليه بهذه الطريقة، ومن الجوانب نزير عليه ونديرو كي شغل كيما حبة تاع الحلوى. ونزيد ندير له بابي الومنيوم نحطه في الكسكاسيفور مدة نصف ساعة ورايح يكون معايا جاهز. يعني هو ما فيه حتى روح، رايح ثم يطيب معكم. اذا خليتوها على نار قليلة كما قلت لكم ميم نصف ساعة رايح يكون طاب. صراحة جا بزاف بنين وبزاف هايل. لو وصلت معايا لهذه المرحله ومازال ما دارت ليش جام، نقول لك حبيبتي الغاليه ديري لي جنبه يا كيما نتيا واشتركي في القناه باش يوصلك كل جديد.
هنا بعد ما فتحت لاكوكوط تاعي، شوفوا بعد ما طاب لي زيتون وطاب اللحم ما شاء الله. شوفوا الزيتون يعني كيفاش يبقى اللون تاعو يبقى محافظ على اللون تاعو. نجي نضيف كميه من الكريمه السائله. بالنسبه للكريمه السائله هذه راهي صنع منزلي، كنت خدمتها معكم في الفيديو السابق. صراحه بزاف بنينه وزادت له واحد البنه اكثر من رائعه. في البدايه راح تبان لكم شويه تتكتل، لكن خليوها فقط تغلي واحد 5 دقائق رايحه لاصوص ترجع عاقده وصافيه. بالنسبه للرولي تاعي بعد ما طاب حمرته تحميره خفيفه في المقله، وهنا خليته برد. هنايا ما تقطعوهش مباشره، كون تقطعوه مباشره هذاك الفرماج يكون ذايب ويسيح لكم. خليوه حتى يدفى، قطعوه بشكل مائل باش يجي باهي. وبالنسبه للزروديه ايضا راح نقطعها بشكل مائل بهذه الطريقه. وهنايا راح نجي نسربي معكم الزيتون تاعي في صحن التقديم. هنايا عذرا فقط على المقطع، كنت نسيت ما شعلتش الفلاش، جا المقطع شويه مظلم. يعني طريقه التقديم ديروا كيما حبيتوا، انايا كنت قدمته بطريقه جد بسيطه. حطيت الزيتون تاعي واللحم في الوسط، وهذاك الرولي حطيته هكذا في الجوانب. يعني كنت حطيت فقط كميه، كما قلت لكم هذاك الرولي خرج كميه كبيره، لكن حنا بما انه شخصين فقط حطيت قيسنا، والباقي درته في بابي الومنيوم وخليته نزيد نقدمه مع الزيتون اللي فضل. كان هذا هو الشكل النهائي لطاجين الزيتون تاعي، جا بزاف بنين. سلام.